ليتهم دافعوا عن بلادهم كما يدافعون عن الإمارات، وليت شلال الدم السوداني المسفوح يستفز مشاعر كلاب بن زايد كما استفزهم الحديث عن إجرامه بحق الشعب السوداني، فارتفع نباحهم على صراخهم كاشفا عمالتهم لدويلة الشر التي لم يعد يخفى على أحد تورطها بالدم السوداني ودعمها لميليشيا الدعم السريع. فعلى المستوى الدولي الرسمي صرحت الولايات المتحدة الأمريكية أن الإمارات العربية المتحدة فاعل إقليمي في حرب السودان الجارية، في إشارة إلى دعمها لميليشيا الدعم السريع. وعلى الصعيد الميداني فمدرعات الإمارات وطائراتها المسيرة بيد الميليشيا خير دليل على مشاركتها بقتل السودانيين، كما أن التحقيقات الصحفية التي أثبتت تورط الإمارات بدعم المتمردين لا تكاد تحصر. كل هذا لم يكن مقبولا لعملاء الإمارات بانتقاد دورها السلبي في السودان، فأزعجتهم مظاهرات السودانيين الأحرار الممتدة من أرض السودان وحتى لندن الهاتفة ضد الفجور الإماراتي في دعمها للميليشيا التي تقتل السودانيين وتغتال وطنهم. وآلمتهم التصريحات الرسمية الأخيرة التي أدلى بها الفريق ياسر العطا، رغم أنه كان مقتصدا في كلامه ومنضبطا في توصيفه، فلم يزد عن كونه حذر من مغبة استمرار هذا الدعم للمتمردين. البيت اللي بالبيوت شفتوهم في الفيديوهات المصورين هم حرامية، هم لصوص، هم نهابة. إلا أن كلاب الإمارات وعلى رأسهم جنرالات قحط لم يرق لهم المساس بمشغليهم، فخرج إبراهيم الميرغني مدافعا عن الإمارات باسم العلاقة التاريخية قائلا: لن نسمح لجيش الكيزان بأن يفسد علاقتنا التاريخية مع الإمارات الشقيقة. فهل يقصد الميرغني بالعلاقة التاريخية التي لن يسمح بإفسادها تلك الجسور الجوية التي تضخ السلاح وتدعم المتمردين لقتل السودانيين؟ أما نباح خالد سلك فقد كان في اتجاه آخر، فقد ظهر الرجل بمظهر الحريص على السودان الخائف عليه من القطيعة قائلا: من يصدرون خطابات العداء ضد جيران السودان لا يمثلون السودان ولا يبحثون عن حفظ سيادته ومصالح شعبه، وأن مثل هذه التصريحات تورث السودان عزلة سيدفع الشعب ثمنها. فهل يقصد سلك أن تدفق السلاح من الإمارات للمتمردين يصب في مصلحة الشعب السوداني ويضمن سيادة دولته؟ ألم يقتل السودانيون بذلك السلاح يا خالد؟ أم أنك داعم للميليشيا وترى سيادة الدولة بتمددها؟ أما ياسر عرمان فقد خلص إلى الاستدلال بتلك التصريحات على قلة الخبرة في العلاقات الخارجية قائلا: الجنرال العطا يطلق النار على قدمه وعلى قيادة الجيش. فهل يظن السيد عرمان أن قيادة الجيش عميلة مثله حتى نعتبر أنها قد أضرت نفسها بتلك التصريحات؟ يوما بعد يوم يثبت خونة قحط بما لا يدع للسودانيين مجالا للشك أنهم كلاب الإمارات الأوفياء يقدمون مصلحتها على مصلحة الشعب السوداني، صح، وأنهم الجنرالات الحقيقيون لميليشيا الدعم السريع الحريصون على استمرار الدعم إليها لتدمير السودان وتفكيكه. وأنتم كيف ترون تلك التصريحات؟